إذا بعد إنجاز ميبيان بالملحنة سننتقل إلى السؤال الثاني الذي يتحدث كذلك عن من خلال الميبيان المنجز، يعني بعد إنجاز الميبيان سيتضح لك تطور قيمة ناتج الداخل الخام، هل هي في ارتفاع أم في تراجع؟ إذا السؤال وصف تطور قيمة الناتج الداخلي الخام للقوى الاقتصادية 3 ممثلة في الميبيان، ألا وهي الصين، البرازيل وكوريا، ما بين 2015 و 2021. إذا سنبدأ بالصين. عرفت تزايدا ملحوظا ما بين 2015 و 2021، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام من 11 ل 1060 مليار دولار سنة 2015 إلى 17 ل 1730 مليار دولار سنة 2021، ولم يتراجع في سنوات 2017 و 2019. يعني لدينا 12310 مليار دولار وكذلك 14280 مليار دولار، يعني دائما في تزايد. بالنسبة للبرازيل نلاحظ يعني سنة 2015 1800 مليار دولار، سنة 2017 عرف ارتفاعا فصل إلى 20,000، ثم تراجع سنة 2019 إلى 18,000، ثم تراجع بشكل ملحوظ سنة 2021. إذن لدينا ارتفاع ثم تراجع بشكل ملحوظ كذلك في السنوات الأخيرة. كوريا الجنوبية سنة 2015 1470، سنة 2017 16020، 2019 16050، 2021 18010. إذن هو تطور أو تزايد، لكن ليس بالتزايد الكبير مقارنة مع الصين. إذن هو تزايد، لم يكن هنالك تراجع في كوريا، وبالتالي يعني سنقول بأن هنالك ارتفاع في النمو الاقتصادي الكوري. السؤال الثالث لدينا ينقسم إلى قسمان: مظاهر قوة الاقتصاد الصيني وعوامل مفسرة لذلك. بالنسبة لمظاهر قوة الاقتصاد الصيني، أول شيء هو بلغ متوسط النمو السنوي 10% خلال العقود الأربعة الأخيرة، وهو رقم كبير. أضحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بناتج داخلي خام بلغ إلى 14,700 مليار دولار سنة 2020. أصبحت الصين أكبر دولة في العالم من حيث التجارة الخارجية، وأكبر شريك تجاري ل 130 دولة في العالم. هذا فيما يخص المظاهر. بالنسبة للعوامل، يعني الأسباب التي أوصلت الصين إلى هذا: التركز على زيادة الإنتاج الزراعي واستكمال البنية التحتية في الأرياف والمدن، إنشاء نظام حكامة الشراكة الحديثة، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث هذا مكن من استقطاب رصيد هائل من الاستثمارات، اعتماد نظام السوق باعتباره محفزا على تفجير روح المبادرة وخلق بيئة تجارية للأعمال، الاهتمام بالتعليم للرفع من مستوى تأهيل الموارد البشرية. هذا فيما يخص الصين. الآن سننتقل إلى البرازيل. بالنسبة لمظاهر قوة الاقتصاد البرازيلي، بالنسبة للبرازيل يعني مظاهر قوة الاقتصاد تتمثل في سنة 2020، يعني وصلت قيمة إلى 501 مليار دولار بزيادة بلغت 36%، يعني من حيث المبادلات التجارية. الصادرات زادت بنسبة 34.2%، والواردات بنسبة 38%. إذن العوامل المساهمة في تحسن الاقتصاد البرازيل هي كالتالي: يعني تحسن مستوى الاستهلاك الداخلي، يعني أصبحت البرازيل سوق استهلاكية كبيرة، وتعزيز البلد انفتاحها على شركائها، وتخفيض الرسوم الجمركية. ونعلم يعني الدور الذي تلعبه الرسوم الجمركية. منين كنحيدوا الرسوم الجمركية يعني الديوانة كتولي عدة منتوجات كتدخل البلد وكيتحسن النشاط التجاري. هذا كله أدى يعني من بين المظاهر ارتفاع كبير في الميزان التجاري الذي حقق فائضا وصل إلى 61.4 مليار دولار. إذن أخيرا كوريا، يعني مظاهر قوة الصناعة في كوريا والعوامل المفسرة لذلك. سنبدأ بمظاهر قوة الصناعة في كوريا. إذا مظاهر قوة الصناعة يعني تمثلت في اعتماد على القطاع الصناعي الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى 25%. كذلك تحقيق عائدات مهمة قدرت ب 128 مليار دولار من صادرات شبه المواصلات، توفر على شركات كبرى مثل سامسونج ال جي، واعتماد على صناعة السفن وصناعة تنويع الصناعة، يعني صناعة السفن وصناعة الصناعة الإلكترونية. العوامل المساهمة في ذلك هو: أول شيء
يعني جهود الدولة المتواصلة والإنفاق على البحث العلمي والابتكار الذي وصلت قيمته إلى أو الذي وصلت يعني نسبة الإنفاق عليه إلى 4.6 من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2021. كذلك الانخراط في المنظمات الدولية ومواصلة الانفتاح التجاري وتوقيع اتفاقيات كثيرة مع دول كثيرة على المستوى التجاري وتنويع الشركاء التجاريين. هذه كلها عوامل ساهمت في تطور يعني التجارة أو عفوا الاقتصاد في كوريا. إذن آخر سؤال يتحدث لنا عن مشاكل الاقتصاد في كل من الصين وكوريا الجنوبية. إذن مشاكل الاقتصاد تتشابه في العديد من الدول. أولا الدول الكبرى من ضمن مشاكل الاقتصاد التي يعاني منها الاقتصاد ومشكل المنافسة الخارجية. فالصين مثلا تعاني من المنافسة ديال اليابان، أمريكا والاتحاد الأوروبي. كذلك فائض في بعض المنتجات التي لا يجدون لها طريقة لتصريفها وبالتالي تشكل خسارة بالنسبة للدولة. كذلك مشكل في أو مشاكل أخرى على مستوى غير اقتصادي كتلوث البيئة إلى آخره. بالنسبة لكوريا الجنوبية فلديها كذلك مشكل المنافسة الخارجية وكذلك يعني مشكل فائض في الإنتاج وعدم القدرة على تصريف الإنتاج. يعني أي 3 مشاكل 4 مشاكل تكفي بالنسبة لهذا السؤال. وهناك مشاكل متعددة إذا ذكرت منها 3 أو 4 فهي تكفي. ننتقل إلى الموضوع المقالي. مادة التاريخ. اخترنا تصحيح الموضوع الأول وهو كالتالي. إذن جاء مقسما إلى 3 أسئلة. التحولات الترابية والسياسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، مظاهر أزمات الديمقراطية الغربية في كل من فرنسا وإيطاليا كمثالين، ثم مظاهر الاستغلال الاستعماري في المغرب وانعكاساته على المجتمع. بالنسبة للموضوع الأول أو كما قلنا السؤال الأول، التحولات الترابية والسياسية. اختفاء الإمبراطوريات القديمة العثمانية الهنغارية النمساوية المجر، هذا ضروري خصك تذكره. ثم التحولات السياسية، تأسيس عصبة الأمم وعقد سلسلة من المعاهدات فيرساي سان جيرمان. ومن طبيعة الحال انت راه غادي خصك تذكر هاد الأمور وتفصل فيها بشكل واضح. يعني الإمبراطورية العثمانية امتداد ديالها النمساوية، كذلك عصبة الأمم، أهم المبادئ التي جاءت بها إلى آخره. عندنا السؤال الثاني، أزمات الديمقراطية الغربية حالة فرنسا وإيطاليا. إذا فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى عرفت انتشار الفقر والبطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية الأخرى. كل هذا دفع المواطن الفرنسي إلى التشكيك في مدى نجاعة النظام الديمقراطي. إذن قالوا مادام حنا كنعيشوا فقر وبطالة هذا، إذن هذا النظام الديمقراطي اللي مرتبط بطبيعة الحال مع النظام الرأسمالي فهو غير صالح. إيطاليا يعني كنظام انتشار الفقر والبطالة من طبيعة الحال وعدم استفادة إيطاليا ماشي ألمانيا عفوا غلطت تما، إيطاليا من معاهدة ما بعد الحرب العالمية دفع بها إلى تغيير النظام في عهد إلى نظام ديكتاتوري فاشي أو النظام الفاشي في عهد موسوليني. وحتى يعني إيطاليا ما بقاتش في الحلف اللي كان كيضم فرنسا وبريطانيا، بل انتقلت إلى حلف آخر في الحرب العالمية الثانية الذي كان يضم ألمانيا واليابان. هذا نوع يعني مثالين على أزمات. السؤال الثالث، مظاهر استغلال الاستعمار المغرب في عهد الحماية وانعكاسه على المجتمع. هذا مظاهر الاستغلال أبرزها اقتصادية، السيطرة على أجود الأراضي الزراعية من طرف الفرنسيين ومنحها للمعمرين، يعني دوك الفرنسيين اللي جاو من أوروبا. إغراق السوق المغربية بالمنتجات الصناعية الفرنسية ونهب الثروات من المعادن فوسفات ذهب حديد نحاس. الانعكاس ديال هذه الإجراءات على المجتمع المغربي، إذن فقد الناس أجود أراضي الفلاحية ديالهم، تضرر فئات الصناع والحرفيين. قلنا تضرر فئات يعني الفلاحين بسبب فقدانهم لأراضيهم الزراعية وبالتالي انتقلوا أو هاجروا إلى المدن للاشتغال في المصانع أو اشتغال في مجال البناء آنذاك إلى آخره. ثم تضرر فئات الصناع بسبب إدخال منتوجات الصناعية الأوروبية وبالتالي منافستها. تضرر خزينة الدولة بسبب نهب ثروات البلاد. إذن بالنسبة للمقدمة والخاتمة، المقدمة من طبيعة الحال يجب أن تكون مناسبة، تتضمن واحد المدخل يعني كما بحال اللي عطاوكم هما تترتب عن نهاية الحرب العالمية الأولى مجموعة من التحولات كان لها انعكاسا على أوروبا وكذلك على المستعمرات التابعة لها، مع ذكر الأسئلة الثلاث. وبالنسبة للخاتمة خلاصة معينة قد أنفتح بها على ما يعني مما أدى إلى حرب عالمية ثانية أو إلى آخره.
إذا هذا فيما يخص امتحان هذه السنة. يعني قمنا بتصحيحه بشكل مختصر. يعني ذكرنا أهم العناصر التي يجب أن يتضمنها الامتحان، ونتمنى التوفيق للجميع. ولا تنسوا الاشتراك في القناة أو وتفعيل يعني الجرس من أجل أن تتوصلوا بآخر المواضيع. والسلام عليكم.